فرعون اسم ارتبط بالغرور والطغيان والتحدي والكفر، والنهاية اللي كانت صدمة ليه ولكل الناس اللي كانت شايفة جبروته ومستبعدين انه يقع او يبقى ليه نهاية. بعيدة عن الصورة اللي في خيالنا عن فرعون، في شوية اسئلة متعلقة. هو فرعون ده كان مين؟ وهو فعلا اصله مصري ولا هكسوسي؟ ومين هم الهكسوس اصلا؟ ودخلوا مصر ازاي؟ المصادر والروايات مش كلها متفقة، وفي علامات استفهام محدش جاوب عليها او الاجابات ما كانتش مقنعة. في الفيديو ده بقى احنا مش هنحكي اللي اتحكى وسمعناه قبل كده، احنا هنفتح ملف فرعون من القرآن والتاريخ وهنفتش. الفكرة المنتشرة هي إن الهكسوس غزاة دخلوا مصر واستولوا عليها بالقوة في فترة ضعف مرت بيها الدولة المصرية، لكن اللي كتير مننا ما يعرفوش هو إنهم دخلوا مصر في عصرها الذهبي وفي عز عظمتها. واللي حصل من الهكسوس ضد المصريين كانت حركة غدر قصاد حركة جدعنة من المصريين دفعوا ثمنها سنين استضعاف واضطهاد. واضح إن جينات الجدعنة متأصلة فينا من زمان، وهتفهموا أنا بقول كده ليه معايا دلوقتي. الأول، يعني إيه كلمة هكسوس؟ كلمة هكسوس كلمة بتتكون من جزئين، هك ومعناها ملك، وسوس ومعناها الرعاة، والكلمة على بعضها معناها ملك الرعاة. والهكسوس دول كانوا عبارة عن قبائل بدوية كنعانية من سوريا ومن اليمن ومن غرب آسيا. دخلوا لمصر جماعات صغيرة متفرقة، وكان سبب دخولهم لمصر القحط والمجاعات اللي كانت بتضرب الأراضي اللي كانوا عايشين فيها. المصريين استقبلوهم ورحبوا بيهم جدا، وكانوا عايشين في منطقة شرق الدلتا، وكان حكمهم بشكل قبلي، يعني كل قبيلة وليها كبير وخلاص كده. لكن المجموعات دي فضلت تزيد وتكبر في مصر لحد ما بقت ليهم سلطة وقوة كبيرة. ومجموعات من القبائل دي اللي هم الهكسوس قرروا انهم يهاجموا مصر عسكريا ويسيطروا عليها، وبني إسرائيل كانت قبيلة من القبائل دي. والمؤرخ المصري مانيتون قال عن الهكسوس إن جماعات من أصل وضيع من الشرق تجرأوا وقدروا يسيطروا على البلاد من غير موقعة حربية واحدة بعد ما قدروا يتغلبوا على الرؤساء. وبيكمل مانيتون وبيقول انهم حرقوا المدن بوحشيه وخربوا المعابد واساءوا معامله اهل مصر وعاملوهم باسوأ، وانهم كانوا بيقتلوا في الناس ويسبوا النساء والاطفال، ونصبوا واحد منهم حاكم عليهم وفرضوا الضرائب على الوجه القبلي والبحري، وان كان هدفهم الاساسي محو الشعب المصري. من كلام المؤرخ مانيتون بيدل ان الهكسوس استضعفوا الشعب المصري واضطهدوه في ارضه. وخلينا فاكرين الجزء ده كويس. الملفت للنظر جدا بقى ان الهكسوس عبدوا شخصيه سوتخ اللي هو ست قاتل أوزوريس، واللي كان معانا من الأول وفاهم القصة هيفهم قصدي. يعني هم كانوا أتباع ست، واللي ما يعرفش سوتخ أو ست هو أول قاتل على الأرض، والهكسوس جعلوه إله عظيم على الدولة المصرية. وبما إننا عرفنا إنهم كانوا أتباع ست، يبقى كده فهمنا هم كانوا ليه عايزين يمحوا الشعب المصري. أما عن انتهاء حكم الهكسوس في مصر، فاتقال إن ملوك إقليم طيبة وكل البلاد المصرية قاموا بثورة قوية ضد الهكسوس، وشبت نار حرب عظيمة طالت مدتها، وحصرهم في عاصمتهم أواريس. وفي عهد أحمس كان مازال الحصار مستمر، وفي النهاية أحمس عمل معاهم معاهدة نصها إنهم يستسلموا ويخرجوا من كل الأراضي المصرية، وقصاد كده هو أمنهم على نفسهم وخلاهم يخرجوا بأمتعتهم. ويقال إن خرج منهم عدد لا يقل عن 24,000، كلهم شايلين متاعهم وخرجوا في اتجاه سوريا، وكانوا خارجين في حالة رعب من بطش الأشوريين في آسيا. معنى كده إن مش كل الهكسوس خرجوا بشكل سلمي، وده يعتبر من أهم المعلومات اللي اتقالت عن الهكسوس وعن دخولهم لمصر وخروجهم منها. الجزء بقى من بداية ثورة المصريين عليهم لحد خروجهم من مصر في رعب شديد عايزين برضو نفضل فاكرينها. التاريخ مهما كان عمره ما هيقول الحقيقة كاملة، لازم في حاجات هتبقى واقعة أو متغيرة شوية. طيب إزاي نعرف الحقيقة إلى حد ما بشكل كامل؟ يبقى من خلال مطابقة التاريخ بالآيات القرآنية، وده اللي هنعمله دلوقتي معاكم علشان نكشف المستخبي والمتحرف من التاريخ. وهنبدأ معاكم بمين؟ فرعون. فرعون اتعرف تاريخيا وفي كل الأديان إنه كان حاكم على أرض مصر، وإنه كان طاغية. اتذكر في القرآن 74 مرة، والعلماء بينهم اختلاف هو مصري ولا هكسوسي. أولا في البداية عايزين نعرف هو فرعون ده اسمه ولا لقبه؟ زي مثلا لقب قيصر أو كسرى. فرعون كان اسم مش لقب. ربنا عز وجل ذكر في القرآن كلمة آل مع سيدنا إبراهيم زي آل إبراهيم، ومع سيدنا يعقوب آل يعقوب، وكمان مع فرعون آل فرعون. كلمة آل معناها الأهل والأبناء، وكلمة آل ما تجيش مع الألقاب العامة اللي مش بتشير لشخص بعينه. يعني لو كان فرعون لقب ما كانش هينفع يتقال آل فرعون، لأن بالعقل كده هيبقى أي آل فرعون المقصودين في الآية، ما هو لقب يبقى فيه كذا فرعون. لكن اتقال في القرآن آل فرعون لأنه اسم، والمقصود بيه شخص بعينه بالتحديد. وربنا كان بيناديه باسمه تحقيرا ليه، لأنه كان كافر وطاغي. يعني هيكون بيقول أنا ربكم الأعلى، وربنا سبحانه وتعالى هيلقبه. ومثال على كده لما ربنا ذكر الملك المؤمن في عصر سيدنا يوسف قال عنه الملك، لكن لما ذكر اللي حاج سيدنا إبراهيم في ربه ما ذكرش حتى اسمه، خلاه نكرة لأنه كافر. وفرعون مذكور في موضعين في القرآن بفرعون ذي الأوتاد،
وذي الاوتاد لقب، فمش معقول ربنا هيلقب اللقب والشخص كافر. انتوا متخيلين يعني ايه اللقب يتلقب؟ مستحيل طبعا. وربنا لما لقبه بذي الاوتاد ما كانش تعلية من شأنه، المقصود بالاوتاد هي الاوتاد اللي كان بيعذب عليها الناس، فربنا لقبه بما يسيء ليه ويدل على جبروته وطغيانه. اما لقب برعاه اللي العلماء قالوا ان المقصود بيه فرعون، معنى برعاه هو البيت الكبير او العظيم، واصلا اللقب ده ما استخدمش غير من الاسره ال21، يعني بعد زمن سيدنا موسى وفرعون بسنين طويله، لان الهكسوس حكموا من الاسره ال15. واول مره يتذكر لقب برعاه في الشن اللي هي الخرطوشه الملكيه كان في الاسره ال23، وعدد المرات اللي اتذكر فيها اللقب ده مقارنه ببقيه الالقاب يعتبر عدد لا يذكر. بالاضافه بقى ان العلماء قالوا ان اسم فرعون هو برعاه لانهم خدوها بالشبه، والقرب في النطق ليس الا، لكن مفيش دليل اثري على ان برعاه معناها فرعون. وقال تعالى في كتابه الكريم عن فرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الآية هنا فيها نقطتين مهمين. الأولى ننجيك، النجاة هنا مش معناها ان بدنه هيفضل موجود زي اجساد القدماء المصريين، النجاة هنا لحظية علشان يكون لمن خلفه آية، وخلفه معناها اللي هيخلفك في الملك، يعني تكون للملوك اللي هتخلفك عبرة وعظة وآية للي هيجي مكانك. وكلمة خلفك مرتبطة بالمكان، لكن لو كانت في الآية اتقالت بعدك كان الكلام وقتها هيبقى موجه للجميع مش للملوك اللي هتخلفه بس. وفي حالة ان الكلمة كانت هتبقى بعدك كنا ممكن نلاقي بدنه، لان كلمة بعدك مرتبطة بالزمن، لكن الكلمة جت في الآية خلفك مرتبطة بالمكان. فرعون ربنا نجاه من البحر علشان يكون لمن خلفه آية، واتدفن واتحلل من زمان وما بقاش له وجود. تاني نقطة في الآية كلمة بدنك. كلمة بدن معناها الجسم الميت الخالي من الروح والكرامة، وبيستخدم في حالتين: ذبح الذبيحة أو الهلاك. وخدوا بالكم من الجزء اللي جاي ده، كلمة بدن ما اتذكرتش في القرآن غير مرتين، مرة عن فرعون ومرة عن الذبائح التي تذبح لله. الأولى فاليوم ننجيك ببدنك، والمرة الثانية البدن جعلناها لكم من شعائر الله، ودي فيها إيحاء قوي بالتحقير لفرعون في استخدام كلمة بدن لفرعون، لأن الكلمة ما اتذكرتش في الموقع الثاني غير على الإبل، ويمكن الإبل ربنا كرمها في الآية تشريفا لأنها تصبح تقربا لله، يعني كمان هو أقل من الإبل. وبعد كل التحقير ده نقول فرعون لقب؟ تيجي إزاي؟ بالإضافة إن كلمة بدن بتتقال على الجزء العلوي من الجسم من غير الراس والأطراف، وكمان على الشخص اللي جسمه زاد وبقى بدين. والمقصود في الآية برضو هو الجزء العلوي من جسمه، منطقة البطن والصدر، إنها تخنت واتملت مية. أما بقى بالنسبة إن فرعون كان مصري ولا هكسوسي، قال تعالى: قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. السؤال هنا لو فرعون صاحب الأرض ومصري، إيه اللي هيخليه يقول لسيدنا موسى أجئتنا لتخرجنا من أرضنا؟ وإيه هيخلي سيدنا موسى يخرجه أصلا من أرضه؟ سيدنا موسى كان بيدعو للإيمان، هو الإيمان بالله بيخرج الناس من أرضها أو بيخلي الناس تتخلى عن أملاكها أو ملكها؟ طب لو فرضنا فرضا إن فرعون ما كانش هو الحاكم الشرعي للبلاد بس كان من أهل مصر، ودعوة سيدنا موسى ليه بالإيمان بالله هتخليه يتنازل عن الملك للحاكم الشرعي، هل برضو ده يخليه يخرج من أرضه؟ معنى الآية إن كان من ضمن شروط الإيمان بالله هو خروج سيدنا موسى بيهم من أرض مصر اللي هم كانوا محتلينها، علشان كده فرعون بيقول له أجئتنا لتخرجنا من أرضنا. وقال تعالى: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. والعريش هي المباني اللي بتتسقف بجريد النخل اللي هو سعف النخل، يعني المباني بتاعتهم بالنسبة لينا كانت بدائية. وقال تعالى على لسان فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. الآية بتوحي إنه ما كانش مصدق نفسه، كأنه بيقول معقول أنا بقيت ملك على أرض مصر؟ وقال تعالى على لسان فرعون بيقول لسيدنا موسى: فما بال القرون الأولى. بيسأل عن القرون الأولى في مصر. سؤال فرعون لسيدنا موسى بيدل على فضول واهتمام، والفضول والاهتمام كان ناتج عن التقدم والحضارة اللي شافها في مصر، خلاه مش قادر يفهم أو يستوعب كل ده حصل إزاي، فكان عايز يعرف. فرعون كان بيقول لهامان: ابني لي بالطين. تفتكروا لما يشوف مباني ومعابد وصروح وحضارة عظيمة هيحصل له ايه؟ طبيعي انه يكون عنده فضول، كل ده اتعمل ازاي ومين عمله؟ لكن المصريين مش هيسألوا السؤال ده ابدا، لان دي كانت حضارتهم، ولانهم كانوا مؤمنين وكانوا عارفين ان العلم اللي وصل ليهم ووصلهم للحضارة دي كان عن طريق انبياء الله، فمستحيل يسألوا. كده كل الايات بتأكد ان فرعون ما كانش مصري، وانه كان هكسوسي من الاقوام اللي دخلوا مصر واتكلمنا عليهم في بداية الحلقة، بس اللي لسه هنتكلم فيه هيفك ألغاز أكتر بكتير. في سورة القصص ربنا بيقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. طبعا احنا كنا فاهمين ان المستضعفين دول هم بني إسرائيل، لكن في الحقيقة المقصود في الآية هم المصريين. افتكروا معايا كده في بداية الحلقة لما كنا بنتكلم عن الهكسوس، أول جزء قلت لكم فيه افتكروا كويس، مانيتون قال ان الهكسوس عملوا ايه في المصريين؟ استضعفوهم واضطهدوهم في أرضهم، يعني المصريين كانوا هم المقصودين بالمستضعفين في الأرض. وبقية الآية بتقول ونجعلهم أئمة، والإمام هو الشخص المهتدى أو المقتدى به. معنى كده إن المقصود في الآية على الأرجح أنبياء، ومستحيل تكون كلمة أئمة المقصود بها بني إسرائيل. ما تمشيش على بني إسرائيل نهائي إلا إذا كانوا أئمة الكفر بقى، لأن أثناء خروجهم مع سيدنا موسى ربنا ورى لهم آيات من قدرته ونصره لعباده من شق البحر وهلاك فرعون وجنوده، يعني مفيش كلام تاني. وبرغم كل ده وبعد ما ربنا نجاهم عبدوا عجل بضمير مرتاح. والصدمة بقى لما تعرفوا معانا أثناء الحلقة العجل ده اتعمل من إيه. وبقية الآية ربنا عز وجل بيقول ونجعلهم الوارثين، يعني المستضعفين دول هم اللي هيرثوا الأرض، أرض مصر. وفي نفس الصورة ربنا بيقول ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ومعنى الآية إن ربنا هيوري فرعون وهامان وجنودهم من المستضعفين دول اللي هم كانوا خايفين يشوفوا، ما كانوا يحذرون، وقاعدين دايما خايفين ومترقبين وواخدين حذرهم أحسن يحصل. وطبعا الخوف أكيد كان من الثورة والحروب. فاكرين لما قلنا في بداية الحلقة إن ملوك إقليم طيبة والبلاد المصرية عملوا ثورة وحصلت اشتباكات وحروب استمرت فترة طويلة؟ دي بقى الأحداث اللي الآية بتتكلم عنها. بعدها حصل الاتفاق بين مجموعة منهم وبين أحمس، وخرج عدد كبير منهم بأمتعتهم، وده في الغالب خروج بني إسرائيل مع سيدنا موسى. والرعب اللي كانوا فيه ما كانش خوف من الأشوريين اللي في آسيا، ده كان خوفهم من فرعون. قال تعالى فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. فاسر بعبادي ليلا، يعني ربنا عز وجل بيقول لسيدنا موسى اخرج ببني إسرائيل من مصر. إنكم متبعون يعني الاتباع من فرعون، وده كان السبب لخوفهم. فاكرين لما قلت لكم افتكروا الجزء ده كويس لما كنا بنتكلم عن الهكسوس؟ ده كان سبب خوف بني إسرائيل وهم خارجين، مش الأشوريين، ولكن كان خوفهم من فرعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، غرق فرعون وقومه. وده يوضح لينا ليه فرعون كان رافض خروج بني إسرائيل مع سيدنا موسى. احنا اللي نعرفه ان هو كان خايف من الوليد اللي هيتولد وسطيهم ويحكم بداله، وده كان سبب اضطهاده ليهم. لكن ليه رفض خروجهم مع سيدنا موسى؟ المنطقي في رفضه لخروج بني إسرائيل مع سيدنا موسى خصوصا في التوقيت ده اللي هو كان توقيت حرب واشتباكات بينه وبين المصريين، انه بخروج بني إسرائيل كده جبهته هتضعف. وده اللي خلاه لما عرف انهم خرجوا مع سيدنا موسى كان بيحاول يلحقهم بالجيش عشان يمنعهم. وفي سورة الدخان قال تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. القوم الآخرين المذكورين في الآية مش بني إسرائيل، ولكن كان مقصود بيهم أهل مصر، أهل الأرض. لذلك ربنا أورثهم الأرض، واللي بيشار ليها في الآية بكلمة زروع، يعني اللي ورثوا في الآية الجنات والعيون والزروع والمقام الكريم هم أهل مصر. والآية دي بتتكرر بس باختلاف بسيط في سورة الشعراء. قال تعالى فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوزا ومقاما كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. هنا الآية بتشير إنهم خرجوا من كل النعيم ده. طيب هم بني إسرائيل ورثوا إيه؟ ورثوا الكنوز اللي مذكورة في الآية، كنوز فرعون. هنرجع تاني وأفكركم، فاكرين لما أحمس سمح ليهم إنهم يخرجوا بأمتعتهم؟ الكنوز دي كان هو المتاع اللي خرجوا بيه. في سورة طه لما سيدنا موسى رجع ليهم ولقاهم بيعبدوا العجل وسألهم إيه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ردوا عليه وقالوا له قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. ومعنى كلمة أوزار الأحمال الثقيلة من الذهب والزينة، والذهب ده كان ذهب فرعون وقومه واللي ناهبينه في الأصل من أهل مصر، وده كان ورث بني إسرائيل اللي ربنا أورثه ليهم من فرعون. والصدمة بقى هم عملوا إيه بالورث ده؟ راحوا عملوا بيه العجل اللي عبدوه من دون الله، واللي بيأكد أكتر إن الأرض ورثها المصريين بعد فرعون، وإن المصريين كانوا مؤمنين بالله وكانوا عارفين إن موسى رسول الله. قال تعالى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هنا سيدنا موسى في الآية بيصبر ناس مشكلتهم مشكلة أرض، مش بس اضطهاد أو تعذيب.
بيقول لهم ان الارض لله يورثها لمن يشاء من عباده ولا عاقبه للمتقين. ولما ردوا عليه وقالوا له انهم اتاذوا من قبل ما يجي لهم ومن بعد ما جالهم، قال لهم عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، يعني يشوفكم هتعملوا ايه. وفعلا مصر بعد خروج الهكسوس منها قامت فيها اكبر امبراطوريه قامت على الارض على ايد اول امبراطور عرفته البشريه، تحتمس الثالث. طبعا انتوا هتقولوا ان سيدنا موسى في الايه بيكلم قومه. هقول لكم ان كلمه قوم لا يشترط ان تكون للاهل او القبيله، ممكن تكون لناس مشتركين معاك في الدين او المذهب. والقوم هم جماعه من الناس بيجمعهم امر مشترك، وامرهم المشترك كان عداوه فرعون، بالاضافه ان المصريين كانوا عارفين ان سيدنا موسى رسول من الله. اما عن بني اسرائيل بعد خروجهم من مصر، قال تعالى في سوره المائده على لسان سيدنا موسى: يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. وكان ردهم: قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، فاذهب انت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وعصوا أمر الله ورسوله، وعلشان كده اتكتب عليهم التيه لمدة 40 سنة مشتتين في الأرض. والأرض المقدسة العلماء قالوا إن المقصود بيها أرض فلسطين. والأرض المقدسة مش هي الأرض المباركة، هي جزء من الأرض المباركة، لأن كلمة الأرض المقدسة أضيق في اللفظ من الأرض المباركة. ومش معنى كده إنهم ليهم حق في أرض فلسطين حاليا، لكن الكلام والأحداث دي من آلاف السنين. وقال تعالى عن فرعون وقومه: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. عارفين معنى الآية دي إيه؟ معناها إن مستحيل تلاقي آثار أو تماثيل أو مباني تخص فرعون أو قومه، لأنها خلاص اتدمرت. وربنا قالها في الآية بشكل صريح، مفيش احتمالات. يعني مستحيل يكون فرعون هو رمسيس الثاني أو غيره من ملوك مصر، لأن القدماء المصريين آثارهم مالية الدنيا. أما فرعون وقومه فربنا أهلكهم وكل شيء خاص بيهم اتدمر. وآسيا امرأة فرعون لما قررت إنها تربي سيدنا موسى، قال تعالى على لسان امرأة فرعون: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قرة عين لي ولك. معنى الآية إن فرعون نفسه ما كانش ليه أولاد ذكور، لأن لو آسيا هي اللي ما كانتش بتنجب وهو أنجب أولاد ذكور من زوجات تانية، كانت هتقول قرة عين ليها هي بس. وعايزه اقول لكم ان رمسيس الثاني كان ليه حوالي 50 ولد ذكر. اظن بعد كل الادله الدينيه دي واللي موافقه لاحداث تاريخيه، ما ينفعش نقول ان فرعون كان مصري ولا ان حضارتنا حضاره فرعونيه. فرعون كان هكسوسي، واحنا مش فراعنه، احنا احفاد القدماء المصريين، احنا ابناء اول امه موحده في الارض. على فكره بقى ما ينفعش تخرجوا من غير السبسكرايب واللايك.